نصيحتي للإنسان هذا يشد في ربي، خاطر بعد ولا ربي بزاف. وما نكذبش عليك، حنا ليجان شغل صاي ولينا نسوفروا، وما نكذبش عليك ذا منا تخرج الزنقه تلقى حوايج ما شغل انت كإنسان ماك صغير ما تقدرش تلقى واحد سطاسنا كذا منا. حنايا ليجان انا حابين نحاربوا هذه المخدرات والآفات هذه. يا خاوتي صلوا صلوا صلوا، مهما دير صلي. قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الرابط اللي بينك وبين ربي صلاة. يقول لك إذا راح الأب راحوا كتافك، وإذا راحت الأم راح الخيط اللي بينك وبين ربي، فهمتي؟ وإذا راحت أختك راحت الحنانة، وإذا راح خوك راح غاب ذراعك. كيف فاهمة؟ هذو ثلاثة، هذو الرابعة قال عليهم سيدنا الرسول: ما أدركت بعلاقتك بربي سبحانه. راه فراج منان، اسماء الحسنى، عطاك الجنة عطاك النار. تعرف انتايا في هذه الدنيا ما خلقكش ربي عبثا، الإنسان هذا خلقه ربي في الدنيا باش يعبد. صلي توب كذا منا، ايفيتي صوالح ايفيتي جماعة. وش يقول لك؟ يقول لك واحد سلطان، زوج وناسة، ثلاثة حس، والرابعة فرق الصوب، يعني يقلل الناس. خاطر الناس هذو بالافكار هذيك الجهنميه تاعو يديك صوالح بيزار. انايا مثلا اني مريح مع واحد صاحبي ويتكيف وانا ما نتكيفش، بيان سور راح يديني ايطاب نولي انايا ندير في صوالح بيزار، ما نصليش، بعيد على ربي، بعيد على والديا. وما نكذبش عليك، الجيري هذه بلادنا ورانا عايشين فيها. مادامك تاكل وتشرب وراقد ودافع عاد يماك، احمد ربي، الحمد لله يا ربي. نعمة هذه، راه نعمة. تتروح في بوطي وتحرق ما على باليش، ترقد في الكرتون، الناس تسب فيك ذا منا ما يعرفوكش. لا، اخدم في بلاد الدنيا هذه. الانسان هو المدمر كما احنا نقولوا، الانسان هذا هو المدمر في هذه الدنيا. ودوك نعطيك واحد المثال كما احنا نقولوا في الدين. وش يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ربي خلق 3 حوايج في هذه الدنيا: خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الملائكة. ميز الملائكة بالعقل ونحالهم الشهوة، وميز الحيوان أنه نحله العقل وعطاله الشهوة. والثالثة الإنسان هذا اللي راه داير حاله عطاله ربي العقل والشهوة. إذا تبع الإنسان عقله راه من الملائكة، وإذا تبع شهوة تاعو راه أكرمكم الله من الحيوانات. وكما احنا نقولوا الرزق هذا والقلق ما تغضبش عليه. قصة سيدنا داود مع المرأة قاع يعرفوها. المرأة كانت كاين واحد المرأة في الزمن هذاك تاع سيدنا داود، كانت عندها اليتامى كما احنا نقولوا، كانوا عندها اليتامى. هي كانت تخدم كما احنا نقولوا زربيات وليطابي هذوك تاع بكري، كانت تقلعهم وتروح تبيعهم وتشري هذوك صوالح وتوكل ولادها. هي واحد النهار جا واحد الطائر فدلها البساط وراح. حارت هي تقول لك انا دوك كيف نوكل ولادي ما على باليش. جات قرب على سيدنا داود، دخلت ليه قالت له: أربك عادل ام ظالم؟ قال لها: اتقي مولاك يا مرأة، كيف تقولي على ربي ظالم؟ قصت عليها القصة، وهي كملت القصة دق الباب. جاو أكبر تجار في هذاك العصر، قال له سيدنا داود، قال لهم تفضلوا. جابوا له هو كل واحد 100,000 دينار كما احنا نقولوا، قطعة تاع دينار، دراهم كبيرة كما احنا نقول. قالوا: لماذا تتصدقون بهذا المال؟ قالوا: يا ودي باللي كنا في البحر، كنا في سفينة جايبين السلع تاعنا، هي ثقبت بينا السفينة. دعينا ربي، قلنا يا ربي لو كانت نجينا كل واحد يتصدق ب100 دينار. جاء هذاك الطائر عطالهم بساط. شوفي سيدنا داود وش قال لها، وبقات هذه ديما قال لها: ربني يتاجر لك فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحار، أتقولين عليه ظالم؟ خلاصة القول يعني الإنسان رزقه يجيه هو يتقلق عليه.